مرحلة الجيش أهم وأصعب مرحلة في حياتك، وتقريبا دي المرحلة اللي أي شاب لو مر بيها هيقف عندها كتير، ممكن سنة أو اتنين أو حتى تلاتة. فترة أنت هتبعد فيها عن كل حاجة أنت بتحبها، زي أهلك وصحابك وشغلك ولبسك وخروجاتك وغيره. وعلشان كده النهاردة هقولك تعمل إيه أو تتصرف إزاي مع المرحلة دي علشان تكون مستعد ليها، وكمان هقولك إزاي تقدر تستفيد منها. فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيًا كده الجيش هو المرحلة اللي أنت هتعرف فيها إن أكل أمك كان نعمة كبيرة بس أنت ما كنتش واخد بالك منها، وهتعرف إن الأكل اللي أنت كنت بتتبطر عليه وبسببه ممكن تزعل والدتك هتبقى عايز ترجع تبوس إيديها ورجليها علشان تعمله لك تاني، وهتعرف إنك كنت عايش ملك وسلطان زمانك لما كنت بتسيب فرشتك متبهدلة ترجع تلاقيها مترتبة، وهتندم على كل خروجة اتعرضت عليك وما خرجتهاش، وهتعرف إن الحرية ليها معنى وإن حكم النفس عن نفس أصعب حاجة ممكن تحصل لك، والدراسة اللي كنت مخنوق منها وبتتمنى تخلصها هيجي عليك يوم برضه في الفترة دي وتقول يا ريتني ما خلصت، وهتعرف ان صحيانك الظهر او الساعة 10 ده مش بدري ولا حاجة، ده منتهى الدلع، وهتعرف برضه ان المية السخنة اللي انت كنت بتستحمى بيها في الشتاء وشطافة الحمام برضه دي مجرد كماليات. واحب اقولك دقنك وشعرك وستايلك ولبسك حاول تفرح بيهم وتتصور كتير علشان بمجرد ما تبدأ في مرحلة الجيش هيوحشك شكلك بيهم يا صديقي. وكل دي بقى وغيرها كتير جدا من ضمن الحقائق اللي هتكتشفها بمجرد ما تدخل الجيش، واللي بتكون صدمة كبيرة جدا للي مش مدركها ولا واخد باله منها. وانا معاك ان حضرتك ممكن تشوف المرحلة دي سودة وضياع عمر ومجهود على الفاضي، بس اسمح لي اقولك انت مش هتشوفها بالشكل ده غير لو انت عايز تشوفها كده. واحب اقولك برضو انت ممكن تستفيد منها استفادة عظيمة جدا وتخرج منها راجل بمعنى الكلمة. وعلشان تعرف ازاي هتستفيد من فترة الجيش اللي انت كده كده هتقضيها فلازم تكون مستعد لها الاول. طب استعد لها ازاي؟ انا اقول لك اولا لازم تعرف انها مجرد فتره وهتمر زيها زي غيرها مهما كانت صعبه او سهله، فهون على نفسك وما تديهاش اكبر من حجمها. ثانيا لازم ومهم جدا انك تمحي مبدا المقارنه من قاموسك نهائي، يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تربط بين حياتك المدنيه وحياتك العسكريه. وتالت حاجه بقى لازم تكون عارف ايه الهدف من دخولك الجيش اصلا، يعني حضرتك بمجرد ما بتروح مركز التدريب بتلاقي طابور صباح وتدريبات صفا وانتباه وجري، وممكن تقف في الشمس لساعات طويله، وممكن تاكل اكل انت عمرك ما اكلته ولا عمرك تخيلت اصلا انك ممكن تاكله في يوم من الايام، وممكن كمان تفضل يوم كامل او اكتر من غير اكل ولا حتى ميه. طيب يا ترى كل ده ليه بقى؟ في الغالب حضرتك بتكون مش عارف السبب اصلا، وهو ده اللي بيخليك مستصعب الموضوع ومستغربه. فلو عرفت السبب من كل ده اكيد هترتاح شويه. في مقوله بتقول اذا عرف السبب بطل العجب، وعلشان كده وبكل بساطة انت بتتعرض لكل التدريبات القاسية دي علشان تكون مستعد لأي هجوم أو عدوان من أي عدو لبلدك. وطبعا لو في مواجهة بينك وبين العدو أكيد مليون في المية مش هتحاربه بالنبلة، فهنا لازم تكون متدرب على السلاح كويس جدا. وبرضه انت مش هتقابل العدو ده في الصالة المغطاة، انت في الغالب هتقابله في الصحراء او في مكان مكشوف، فهنا لازم تكون متعود على الشمس، ووارد جدا في الوقت ده الاكل والشرب يخلصوا، فمهم جدا انك تكون متعود تاكل اي اكل وتشرب من اي ميه، ولو مفيش تكون برضو متعود على الجوع والعطش. واسمح لي اقول لك بقى اي مرحله انت مقبل عليها ومجبر انك تعديها حاول تعيشها وتستفيد منها. ودلوقتي بقى هقول لك هتستفيد منها ايه وازاي. رقم واحد لازم تكون عارف ان الجيش شرف لاي حد، فما تخافش انك تعيش راجل وتموت راجل، احسن بكتير جدا ما تعيش جبان وتموت جبان. رقم اتنين قرب من ربك سبحانه وتعالى وهو هيقويك على الفترة دي، وخليك فاكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رقم ثلاثة الجيش هيعلمك انك تعتمد على نفسك وتعيش بأقل حاجة وتاكل اي حاجة، وهيعلمك كمان انك تتعامل مع ناس عمرك ما فكرت انك تتعامل معاهم، ناس من محافظات مختلفة وبعادات وتقاليد مختلفة. ويسعدني اقول لك ان الصاحب اللي هتعرفه في الجيش في الغالب هيفضل صاحبك للأبد. رقم أربعة النوم بدري والصحيان بدري ده كنز عظيم جدا مش هتعرف قيمته غير في الجيش. رقم خمسة الجيش هيفلتر دايرة علاقاتك، وفي الفترة دي بالتحديد هتعرف مين اللي يستاهل يتقال عليه صاحب ومين اللي كان واخدك كمالة عدد وخلاص. رقم ستة هتتعلم الالتزام وتحمل المسؤولية وهتكتسب عادات إيجابية كتير جدا، أهمها إنك هتكون شخص صاحب قرار. ورقم سبعة لو أنت تخين هتخس غصب عنك من غير بقى دايت ولا وجع دماغ. رقم 8 لو معاك شهادة أو معاك صنعة معينة أو حتى عندك موهبة واستغلتها صح في الفترة دي هتقدر من خلالها تكتسب خبرة محترمة جدا وببلاش. يعني على سبيل المثال لو أنت مهندس أو دكتور أكيد في فترة جيشك هتشتغل بشهادتك دي، لو أنت استغليت شغلك بالشهادة في فترة جيشك هتستفيد خبرة كبيرة جدا 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 أكيد هتفيدك في حياتك بعد كده.
ولو معاك صنعة معينة سواء سباك، كهربائي، بنا، أيًا كانت صنعتك، أكيد برضه تقدر تشتغل بالصنعة دي في فترة جيشك، وفي الفترة دي برضه هتثقل خبرتك بصنعتك، وهتنمي مهارتك فيها أكتر، وده برضه هيفيدك. وممكن بقى لو أنت ما معاكش كل الحاجات دي سواء شهادة ولا صنعة، تقدر تخش سواق، حتى لو أنت على قد حالك في السواقة بتخش بتتعلم السواقة بشكل كويس جدًا، وبعد كده بتخرج ومعاك رخصتك. وتقدر تخلّي الرخصة دي هي سلاحك أو مصدر رزقك في حياتك بعد كده. رقم 9، في الجيش هتتعلم الصبر وهيكون عندك قوة تحمُّل للمصاعب والضغوطات غير عادية، هتنشّفك بقى وتخلّيك قادر تواجه الحياة بعد كده. رقم 10، لو أنت ذكي بقى ومحبوب هتقدر تكتسب شبكة علاقات، والمفروض إن دي تكون أهم حاجة تركّز عليها في فترة جيشك لأنها أكتر حاجة ممكن تفيدك في حياتك بعد كده. رقم 11 بقى والأخيرة، حضرتك هتخرج من الجيش حد مختلف تمامًا عنك قبل الجيش، وأنت اللي بإيدك تحدد من دلوقتي. يا ترى عاوز تخرج راجل ناشف قدر ياخد من فترة الجيش الحلو ويسيب لها الوحش، والّا عيل طري خارج بيعيط ويقول أنا عمري ضاع على الفاضي؟ الاختيار ليك يا صديقي. وفي النهاية بقى أحب أقول لك إنها فترة وكده كده هتعدي، فاحسبها صح واستفيد منها، وخليك عارف وواثق جدًا إن ربك سبحانه وتعالى مش هيحطك في موقف ولا مكان غير لما يكون عارف إنك قده. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبه لي. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرًا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.